دي عشان يتهرب زي بيها. لا والله سواها وباعك هي اول نوبه. انت اول هتقول هو بايعك لا هو مش اول عايز. نوبه. انا أنت اول نوبه، محتاج. انا بالنسبه لي اول نوبه والله. انا بالنسبه لي اول تعالى نوبه. كده افتح لي العربيه. تعالى حاضر. لو ريت تعالى. افتح يا عبد العزيز. كده يا عبد العزيز. صورني شوي. استنى. لا لا استنى. افصل واعمل تاني. استنى لحظه. خليك في دعاء. يعني امسك كده يا عبد العزيز، امسك كده يا عبد العزيز. انت عارف ان هي عبد العزيز. مغطاه، ولذلك انت مغطي الشكاير بكم علشان داري زي اللي انت بتقربه. يعني عندك علم. المشكله عندك علم. قدام الرئيس يتكلم. المشكله ان انت علم. هم اللي حملوها بص انت المشكله ان انت اشيل يا علم. راجل. الناس بتاع كده بتهرب ليه بالسلام؟ وبيهربوا ليه؟ لان عنده ظروف وابنه متجوز ومش عارف ايه، فعايز يساعده بطريقه غير شرعيه. في حين ان الطريق ده اساسا بتاع المخابز والناس بتاخد منه عيش. ماشي. وسبب زحمه المخابز سبب تهريب الدجل اللي احنا شايفينه. فانا بساله بقول لي بقى باخد 300 جنيه. والله فعلا. 300 جنيه على العربيه دي كلها 160 شكاره. والله فعلا. هم هيجيبوا ولا خلاك تهرب من تجي لي من الطريق الثاني ده. لا هو اللي حمل اللي امشي من هنا. عارف ليه؟ على اساس عارف النهارده النهارده اجازه والتموين في الشغل، انما التموين شغال. انا عندي هنا الغربيه، محافظه الغربيه شغاله ما بننامش. ما بننامش. انا عارف لان الطريق التالي ضبطنا بتاع 7 عربيات. الطريق دي تاني عربيه نمسكها فيه، لان هم غيروا المسار عشان يمشوا من هنا. عشان ايه؟ طريق ملاح. علشان ايه؟ عمليه تمويه. وقال له اطلع من هنا. عرفت؟ وبعدين دول 160 شكاره. 160 شكاره. انا عايز الواد يقول لي اسمه بالكامل عشان اعرف. احمد والله ما اعرف السؤال. احمد ايه؟ احمد هو من بسيون والله. الواد مقيم في بسيون. ولكن معاه عربيه حمراء. معاه عربيه حمراء، ولكن الولد اساسا بيجيب دايم من كفر الشيخ، لان دي الكارتات اللي انا شفتها دي كلها. بيلموا كله غير شغل. ما هو ده اللي انا شفته ده كارتات كفر الشيخ. كارتات كفر هجيب الشيخ لك فعلا. الاسم بتاعه مظبوط. هو مننا اساسا. بتلف وتدور ليه؟ هو بيدعم ليه يا باشا؟ بتلف وتدور انا ليه؟ عارف ان انا هجيب لك انا اسم اللي انت محمد كفر الشيخ. مركزي اللي انت باخد الشيء. يا ابو المشكله بيعمل ايه؟ يعني غطاه بغط الو. عشان يعرف ان هو مقتنع. الراجل اللي محمل اسمه ايه يا ابو جرجس؟ حط دي وحط البلاستيك مشمع عليه. مشمع عليه عشان عمليه تمويه. بس عشان ما فيش الاسم حد اللي انت قلته ايه؟ يعني شوف لدرجه ايه. والساعه 8 وكل ظهر موجود بنفسه اهو. انت عايز إيه؟ اكتر من كده؟ ده احنا عاملين له كمين من امتى؟ انا عامل كمين من الساعه 3 الفجر. اسمه ايه؟ ما نمناش 3 الفجر. عامل باشا كمين. محمد لان الخوف. جات لي اخباريه ان في عربيه بيضاء باشا اخو مفرق. نمر باشا الشرقيه محمد وهي الخوف. اللي ايه بتهرب الطريق. ماشي. انت حافظ رقم العربيه بتاعتك؟ لا والله. 5000 كام؟ والله العظيم انا ما اعرف. 5000 كام يا أشرف؟ لا حط 5000 كام؟ 5689. 5689 رقم السيارة. إذا كان أنت بتقول أنا لسه أنا شاريها من حوالي شهر. طيب إزاي مش حافظ رقم عربيتك اللي أنت شاريها من شهر؟ اول صاحبها اللي عامل السبوع. يا باشا العربية شغالة من سنين على بعض. أنا عارف هي شغالة من زمان، ما التحالات اللي جت اللي شغالة من زمان العربية. والحاج ده اللي راكب على طول من سنين، يعني احنا الكلام الصور اللي كانت جايه لنا من يجي 3 4 شهور كان الحاج اللي كان راكب ده. برضه ايوه مبروك. بص يعني إذا مش أول مرة نشتغل عليه. عشان انا مش بقول لك الصور. خلاص بص، ما هو المشكلة إيه؟ أنت واقف لك في مكان يعني التومين يعني إيه خلاص هو العربية متأمنة. هيقف على العربية على الطريق السريع ده. هيقف على الطريق السريع ده. كلنا عارف إن سبعة الطريق السريع. المسافة. ولذلك الواد اللي حمله بيقول له إيه امشي في مشكله في الميزان يا عم محمود. هسيب الناس وهو حبيبي. إنما التومين عارفين إن أنت هتمشي إزاي وهتتحرك إزاي وعارف كل حاجة وعامل كمين أنا من ساعتها عشان الموضوع ده. محمود جاي لك والله.